السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع بيبرس أكاديمي هنتعلم حاجة جديدة النهاردة، يلا بينا. معادلة توب ان معادلة جميلة جدا. عندنا جدول زي كده فيه شوية بيانات كولر وتوتال سيلز وفي الكانتري الدول وفي الويت بتاعنا والمجموعة وفي حاجة اسمها التايم هاي أو ميديوم أو لو على حسب حجم التعامل بتاعنا. فأنا عايز أشوف دلوقتي قرار لإن ايجيبت ديت الأوفر أول بتاعها هاي ولا ميديوم ولا لو، والمغرب نفس الكلام. فأنا كده محتاج إن أنا أعمل توب إن للتايب ده. طبعا الكلام ما ينفعش يعمل له توب، يعني هو اخره يتعمل له فيرست او لاست، لكن توب لا. فانا اول حاجه هنعملها سوا هنقوم جاي عاملين هنا ميجور كده بسيط، ان احنا نقول له يعد الطيب اللي موجود دوت، هنسميه كاونت طيب، ونعمل معادله بسيطه جدا اللي هي معادله كاونت، ونديله الطيب يعدها وبس كده. يبقى احنا كده عملنا اول خطوه، ان احنا يعد الهاي قد ايه والميديوم قد ايه واللو قد ايه في كل دوله او ايا كان حسب الجدول اللي احنا هنعمله. الخطوه التانيه بقى وهي الجميله اللي احنا هنستخدم معادله توب ان. يعني احنا دلوقتي ببساطه لو احنا عملنا جدول بسيط كده وجبنا الدول وحطينا الكاونت تايب دي قدامنا وشفناها عشان نشوف التصنيفه بتاعتها ماشيه ازاي على الجدول ده. نبدل دي بس مكانها، هتبقى منظر ده. مثلا ايجيبت انا عندي الهاي بتاعها 2، اللو بتاعها 12، الميديان بتاعها 12، وادي التوتال بتاعها. خلاص كده انا جبت الاعداد بتاعتنا. عايزين بقى نعمل توب ان. يجي هنا جنب ايجيبت يقول لي والله ايجيبت دي هاي، الجزائر دي لو، وهكذا. نعملها ازاي؟ نستخدم معادلة توب ان. معادلة توب ان عندنا لو احنا هنسمي دي توب ان. معادلة توب ان مجرد ما نفتحها كده هنلاقي اول حاجة بيديني الفاليو. انا عايز كام قيمة؟ انا عايز قيمة واحدة، اعلى قيمة. يعني اي قيمة انت عايزها، يعني مثلا تقول انا عايز اول خمسة، انا عايز اول ثلاثة، انا عايز اول اتنين. بس انا في الحالة دي انا عايزين اول قيمة بس اللي هتظهر معانا. طيب التيبل اللي احنا محتاجين نجيب منه الحاجة ديت، انا هختار معادلة فاليو عشان اجيب له العمود اللي احنا هنشتغل عليه، اللي هو عمود التايب اللي هو فيه التصنيف نفسه. تمام. بعد كده هنخش على الاوردر اكسبريشن بتاعنا، ده هيبقى الكاونت طيب اللي احنا عملناه. يعني هو هيعد او هيصنف بناء على ايه؟ بناء على الكاونت اللي احنا شفناه. الحته دي بقى بتاعت ان هو يرتب بالترتيب تصاعدي او تنازلي، ده لو ظهر له اكتر من قيمه. خلينا نقفل على كده. لو انا جيت هنا كده بقى عايز اشوف الكانتري اهوت، وعايز احط له التوب ان ده، هيديني ان الفيجوال بتاعي فيه ايرور. ليه؟ لان التوب ان ده هو بيحتاج جدول او بيدي قيمه واحده بس، ما ينفعش يصنفها على حسب الدول بالطريقه دي. طب ايه اللي هنعمله عشان نعدي المشكله ديت؟ المعادله الجميله كونتكست شرحنا قبل كده، هحط لك الرابط بتاعها، معادله تحفه جدا، والتيبل بتاعنا اللي هو المعادله بتاع التوب ان. وبعد كده هنقول له النتيجه اللي احنا محتاجينها. احنا محتاجين ايه؟ محتاجين التصنيف اللي موجود عندنا اذا كان هاي او ميديوم او لو، ونعمل له انتر. انا مجرد ما عملت كده خلاص بالنسبه لي المعادله ايه؟ قرت وخلاص. عدينا المشكله اللي ظهرت معانا في التوب ان على حاجه فيها الميديوم الايجيبت، جاب لي هنا لو وميديوم. خلينا نكمل. المغرب لو، السعوديه ارابيا لو، الفلسطين هاي. التوتال بتاع الدرجات اللي موجوده عندي في التوتال سيلز طلعت لو. يبقى انا كده عرفت موقف كل دوله اوفر اول من التصنيف اللي موجود عندي في الداتا. ايجيبت ليه ظهرت معانا كده؟ عشان ان اللو والميديوم تساوت في الارقام عند ايجيبت لما جه يحسبها، فبالتالي هو مش عارف يجيب لك انهي واحده فيهم، وانت قايل له انا عايز اعلى واحده. طيب خلاص اعلى واحده يبقى هما الاثنين دول اعلى واحده. طيب لا انا عايز قيمه واحده. لا نرجع بقى تاني للمعادله بتاع توب ان، ونخش على الحته بتاعت هنلاقي الترتيب عندي هنا هو ascending او descending على حسب ما انا عايز، او الزيرو والواحد على اقرب قيمه. فانا لو اخترت مثلا واحد ان اقرب قيمه موجوده معايا وعملت انتر، هتلاقيه راح مختار لي اقرب حاجه للمعادله اللي موجوده. فبقت لا انا كده رفع معايا ايجيبت الهاي ورفع معايا الجزائر الهاي، وبقى ده ان التوتال بتاعي بقى يساوي هاي. فديت
من الحاجات الجميله برضو في التوب ان ان ظهر معاه نتيجتين بيساووا بعض، وانت مختار ان هو يظهر لك فاليو واحده، ان هو جابهم لك الاتنين بسبب، ما ننساش فضل معادله الكونتكست بتاعتنا اللي احنا عملناها، هي اللي خليته يظهر معايا القيمتين على حسب ما التوب ان قالت له ان دول اللي عندي. ادي التوب ان احنا عرفناها سوا. المعادله التانيه هسيب لك الرابط بتاعها تحت في الفيديو اتفرج عليها. بس كده.